الأهلي بيفوز على الزمالك بنتيجة 2-1. هل لأن الأهلي كان أفضل في كل حاجة بس؟ لأ، كمان الزمالك قرر إنه يكون أسوأ في كل حاجة. الزمالك بيبتدي المباراة بضغط عالي مماثل لماتشاته في الدوري الموسم ده، وبيقدر في أول 10 دقايق إنه يضيع انفرادين صريحين بالشناوي، واحد لعدي والتاني ناصر ماهر. أول هجمة كانت للنادي الأهلي في الدقيقة 12 من عرضية كان هيحطها في نفسه حسام عبد المجيد، لكن الأهلي بعدها تسيد المباراة بنسبة استحواذ وصلت ل65%. اللقطات اللي قدامنا بتوضح ازاي الأهلي كان بينفذ الضغط بتاعه عشان يمنع الزمالك من بداية الهجمات ويعتمد على الكرات الطولية. كمان اللي ساعد الأهلي هو تباعد لاعبي الزمالك في خط النص، ودي كانت نقطة إيجابية في ماتشات الزمالك السابقة، إنه لعيبة خط النص كانت دايما قريبة من بعض، وده اللي كان بيخليهم يدوروا الكرة وينقلوها بشكل سليم. نقطة سلبية كمان عملها فيريرا، انه ثبت دونجا دايما مع تريزيجيه، وده خلى قوس ال 18 دايما فاضي قدام خط وسط الاهلي، وسمح ان الاهلي يدور الكوره بسهوله، لانه ما كانش فيه مسانده حقيقيه من ناصر ماهر او ادم كايد لعبد الله السعيد وقت ما دونجا كان بيتحرك مع تريزيجيه. اللقطه دي كمان بتبين قد ايه الزمالك قرر انه يسيب الضغط ويرجع بكل خطوطه تحت الكوره، واللقطات دي بتوضح تحرك دونجا مع تريزيجيه بشكل مستمر. بن شرقي بيقرر انه ينقذ النادي الاهلي من كوره كانت هتخلي نتيجه 2-0. قبل كوره الهدف الاول للاهلي، ناصر ماهر بيعمل تمريرتين غلط ورا بعض عشان حسين الشحات يلعب الكوره لشريف جوه ال 18 في ظل سوء تمركز من كل لاعبي الزمالك، ويتحرك يستلم الكوره وهم بيتفرجوا عليه ويسجل هدف التعادل المستحق. هدف في كورة ضربة الجزاء، تريزيجيه بيلعب الكورة في وسط 3 لعيبة من الزمالك في المساحة اللي بيتحرك فيها حسين الشحات، اللي بيقدر يحط جسمه عشان ياخد ضربة الجزاء بعد الهدف التاني للنادي الأهلي. بيقرر فيريرا انه مش محتاج نص ملعب خلاص، وبيخرج دونجا عشان تظهر اكتر خطورة المرتدات، وبيلعب بكل المهاجمين اللي عنده. كان هيقدر يسجل التعادل عمرو ناصر من كرات عرضية عن طريق عبد الله السعيد، ما اتلعبتش طوال ال90 دقيقة غير لما بقت النتيجة 2-1. في النهاية كابتن عماد النحاس وفريقه بذلوا مجهود كبير وقدروا يحققوا الفوز لوجود الرغبة والروح، وعلى الجانب الآخر فيريرا وفريقه عملوا كل شيء غلط ويستحقوا الهزيمة.